في الفيديو ده خلينا نتكلم على سيد المستنقع وهو سومب سينج ونشوف مع بعض كده القوة بتاعته. احنا طبعا مش هنتكلم عن كل حاجة عملها الشخص ده من قوة وقدرة، لكن هديكم كفاية أمثلة علشان خاطر تبقوا فاهمين كويس قد ايه سومب سينج قوي. أول حاجة لازم تعرفوها هي مصدر قوة سومب سينج علشان خاطر تفهموا ليه وازاي هو قوي كده. سويم سينج بياخد كل قوته من الجرين اللي هو عبارة عن عالم ميتافيزيقي متصل بكل الكائنات النباتية على كوكب الأرض، لكن الموضوع ملوش حدود هنا لأن الجرين كمان مرتبط بالكون كله والخلق بشكل عام، وفي كمان في عقل جماعي يسمى برلمان الأشجار. اللي عاوزين تعرفوه هو إن سويم سينج هو العنصر الفعال في جرين، يعني هو الحارس بتاعه، كائن بيحمل ويجسد قوة الجريني علشان خاطر يحميها من أي تهديدات. دلوقتي بعد ما عرفنا ده خلينا نتكلم عن شوية من إنجازاته، ونبدأ مع أهم قدرة عنده وهي قدرته على التجديد أو شفاء الجروح. فهو عنده أقوى قدرة شفاء أو تجديد في كل الكوميكس، وهو فعلا رجع من الموت بعد ما اتضرب عليه رصاصات من رشاشات أو صواريخ، اتقطع واتحرق وحتى اتفجر كمان. ولكن هنا أكتر مرة يمكن يكون فاجئني لما نجا من الموجة المضادة للأنتي مينيتور، وده بعد ما دمر الأنتي مينيتور الكون كله مش الأرض فقط. فسويم سينج قدر ان هو ينجو من كل ده بفضل قدراته في التجديد، وكأنها حاجة بسيطة. قدرات سويم سينج في التجديد قوية جدا لانه لو حتى جزء صغير من الجرين لسه موجود يقدر يتجدد، يعني لحد ما تقدر تمحي الجرين مش هتقدر تقتل سويم سينج. فدلوقتي لو كنت قريت كوميكس الفترة كويس اكيد سمعت عن الشيطان انتون اركن. لو ما سمعتش فده هو اللي بيبقى قوي لدرجة ان المراقب نفسه قارن قوته مع الريجون والسبيكتر، يعني من أقوى الكائنات في عالم دي سي. يمكن بتسأل نفسك ليه أنا جبت الكلام ده؟ علشان سويم سينج هزم أنتون أركين بسهولة، وده شيء مجنون لأن أركين بيعتبر تهديد كوني. فلما نكمل القايمة وفي حاجة سريعة، مرة قال فانتوم سترينجر إن حتى الجحيم نفسه مش هيحب يواجه سويم سينج لأن الحرب مع مملكة العناصر مش هتبقى سهلة عليهم. وهنا في حاجة مقرفة شوية، مرة سويم سينج سيطر على النباتات جوه بطن راجل وخلاه يتحول لشجرة من جوه لبره. أيوة ده كان رعب جسدي. ودلوقتي هنبدأ نروح لمرحلة الجنون الكامل، بداية من اللي حصل لما سويم سينج جسد كل العناصر الأربعة وبقى هو العالم كله. كمان سويم سينج قبل كده قدر يتحكم في اهتزازات التيار الجوانتم اللي بتكون كل حاجة، ولما عمل كده أخد ميترون اللي هو الراجل اللي قاعد على الكرسي موبيوس واخدوا عبر الجنة الخضراء ودخلوا في المصدر نفسه. لو ده مش كفاية، سوم سينج كمان كان بيعمل عمل الكرسي موبيوس في اللحظة دي مترون كان قاعد عليه حرفيا. وبعدين في المرة اللي سوم سينج كبر لدرجة انه بقى اكبر من جزيرة كاملة وبعدين سحق الجزيرة دي بين ايديه، في مرة تانية كان سوم سينج قلب كل الجرين في صورته بلمسة واحدة. راجل كان زي يعتبر كده الملوك وقدر بنفسه يصنع كل حاجة. واكيد في واحدة من اكتر اللحظات الرهيبة في القايمة دي لما سويم سينج كان بيتكلم مع اكوامان عن النباتات اللي في قاع المحيط. سويم سينج واكوامان دخلوا في مواجهه، واكوامان قال انا عندي مملكه لازم احميها، ما تدخلهاش تاني من غير اذني. فسويم سينج بيرد عليه وبيقول له لو انت ملك البحار السبع كل الميه اللي فوقها هي على الارض والنباتات، يعني دي مملكتي اكتر من انها تكون مملكتك، انا بس بشاركها معاك لاني شخص كويس لكن ما تضغطش الموضوع. فدي من اكتر اللحظات الرهيبه في الكوميكس لما سويم سينج قال ده. سويم سينج واكوامان كمان اتقابلوا في مره تانية وكان اكوامان بيهاجم سويم سينج، لكن سويم سينج استخدم النباتات في الارض كلها علشان خاطر يقيد اكوامان. وفي اثناء المعركه سويم سينج قال لي لما تقاتلني انت بتقاتل نباتات العالم كله، فبلاش تظهر قوتك لان دي معركه مش هتقدر تكسبها. فمن الاخر شخصيه سويم سينج هو شخصيه underrated جدا. ففي لحظات وانجازات اكتر لسويم سينج كنا ممكن نتكلم عنها، لكن هنلخص مع لحظه واحده اخيره بتتعلق بباتمان لانها ملحميه، ودي المره اللي باتمان وصف فيها سويم سينج على انه ملك لا يهزم. اللي حصل باختصار هو ان باتمان راح لاركام اسايلم المليانه بالاشجار والنباتات وقال اخر مره شفت حاجه زي دي كان المصدر مش شخص مهووس نفسه مع مشاكل مع الاب ورغبه ما تنتهيش، فالمصدر كان ملك ما بيهزمش، ولا يهزم كانت مكتوبه بحروف كبيره علشان خاطر تبرز جديه باتمان في انه فعلا بيامل انها مش سويم سينج لانه ملك ما بيهزمش، ولا حد يعرف يجيب طريقه لهزيمه حد فهو باتمان. الراجل عنده خطه احتياطيه لكل حاجه، لكن واضح انه قال ان سويم سينج لا يهزم. وفي ملحوظه جانبيه قال كمان انه بيزن ايفي عندها رغبه لا تشبع، فدي يعتبر قوه وامثله عن شخصيه سويم سينج في عالم دي سي. فاشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.